بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبيباتي مشتركاتي، مرحبا بكم. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وقت اللي يدخلكم هذا الفيديو. مشتركاتي جديد نقول لهم مرحبا بكم في قناتكم، قناة مطبخ وتدابير ريحان. اليوم جبت لكم وصفة سهلة 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 جدا وبنينة بزاف، وكما قال لك وصفة سلاك المحاين، كي تبحر لك ما تصيبي ما ديري حشا ولا فطور. الوغ هاد الوصفه تاع لي كريب بطريقه جديده. هنا شنو نسحقوا في هاد لي كريب؟ نسحقوا 2 كيسان تاع حليب، نسحقوا كاس ونص تاع فرينه، نسحقوا 2 بيضات، شويه تاع ملح وشويه تاع فلفل اسود. يعني مقادير سهله بزاف وموجوده في كل بيت. نبداو هنا بسم الله. نديروا الحليب تاعنا، نديروا حبتين تاع البيض. بسم الله. نديروا هنايا شويه تاع ملح، ونديروا شويه تاع فلفل اسود. بهذه الطريقه ما نكثروش بزاف. نخلطوا هاد المكونات قيس ما يتخلط لنا مع البيض. هنايا نزيدوا كاس ونص تاعنا تاع الفرينه، نخلطو مليح، نسيو ندوبو كاع هاديك لافارين، ما نخليش هادوك لي غرومو تاع الفرينه. طريقه سهله، ما تحتاج لا باتور لا ميكسور لا والو. تاخذ بها هنايا غير بالفوه تاعك ولا بالفرشيطه. يعني عندي وصفات بزاف تاع لي كريب مالحين، تنقاسمهم كاع معاكم ان شاء الله. مالحين وحلوين، عندي بزاف الوصفات تاع لي كريب تنقاسمهم مع خواتاتي. هنايا نخلو المزيج تاعنا هنايا يريح، اونتر طون نوجدوا له الطبقه الثانيه، نخلوه يريح هنا واحد لو طون اللي نوجدوا الطبقه الثانيه. لا دوزيام بارتي يعني لاكوش الفوقانيه هنا شنو نسحقوا فيها. هنايا نسحقوا 4 تاع بيض. هنايا راني دايره نص حبه صغيره تاع بصل مقطعتها كاع رقيقه، نص حبه تاع فلفله ثاني مقطعتها كاع رقيقه. هنا شرائح تاع زيتون اسود تقلعي له الفت تاعه، تقطعيه ثاني شرائح. 4 بيض قلت لكم. هنايا راني دايره كفته تاع دجاج. تنجمي هنا ديري الطون، تنجمي ديري كفته واحده اخرى، تنجمي تستغني كاع على هاد الكفته ما ديريهاش. لكن هنايا طيقي ديري قلت لك الطون، طيقي ديري هذه الكفته تاع الدجاج. تنجمي ديري مرقاز يكون طايب ومقطع شرائح، تنجمي ديري يعني اي حاجه تكون متوفره عندك في الدار. دجاج يكون عندك طايب تفتيه معاها، هنا اللي يكون عندك يفي بالغرض. هنا نسحقوا شويه تاع فرomاج غابي. هنا تاني فرomاج غابي ولا لي مورسو تاع فرماج يكون هكا مقطع صغير. هنا الفرماج اللي تبغوه ديروه. نبداو بسم الله. هنايا هاد الوصفه والله العظيم تساعد بزاف النساء العاملات. راكم عارفين صايره الدخول المدرسي والمراه تاني النساء العاملات داك لا بليبار كاع يدخلوا في سبتمبر، وتاني يعاود يرجع لهم داك الروتين تاع فطور وعشاء. وماذا بها من تدخل للدار من تدخل للدار دير لوليداتها حاجه بنينه وشابه وتفرحهم او ميم طون تكون سهله عليها هي تاني. يعني هاد الوصفه ما كاش اسهل منها.
جربيها اختي وادعي لي بالخير ان شاء الله. هنايا قلت لك اربع بيضات درناهم. نديرو هذيك نص البصله تاعنا تكون مقطعه شرائح صغار، نديرو نص حبه تاع فلفله تاني تكون مقطعين. هنا فوتهم في الاشواغ، يعني يقطعهم لك رقيقه بزاف، يقطعهم لك مليح هكا. زيتون اللي كنا قطعناه هكا نديرو هنايا. قلت لكم هنايا اختياريه، بغيتي دجاج، بغيتي مرقز، بغيتي كفته حمراء، بغيتي طون، اللي يكون عندك متواجد في الدار ديريه. يعني ما تقايديش بالحشوه تاعي، الحشوه اللي تكون عندك تنجمي ديريها. ندير انا هنا نص الكميه ونشوف، يعني ما تحتاجيش ايضا ثاني حتى كميه كبيره، ما تحتاجيش كميه كبيره هكا بهذه الطريقه. نخلطوا هذا الاخر تاعنا، هذا لو ميلونج خلطوه مليح. هنا الا جاك ثقيل تنجمي تزيدي حبه بيض. علاش تيروحك زعما المكونات البيض ما جاكش، تنجمي تزيدي حبه بيض باسكو الا يجي جاري لو ميلونج ما يجيش خفيف هكا بهذه الطريقه. خلطي مليح. انا خلطت هاونا لو ميلونج كيجي باش من بعد مين نديروه فوق لي كريب تاعنا ما يقعدش مكتل. وفرomاج روج نسحقوه حتى في المرحله تاع الطياب. اروحوا خواتاتي نروحوا في رحبه باش نطيبوا لي كريب تاعنا. من بعد اللي وجدنا هنايا من بعد اللي وجدنا لاباط تاعنا ووجدنا لا فارس، درت هنا ان بابي ابسوربون هذاك تاعنا اللي نمسحو به. درت فيه شويه زبده، مسحت كاع المقله تاعي، مسحتها مليح هكا. نجيب هنايا لاباري تاع لي كريب تاعنا، نديروها في كريبير. سيو نمشوها. من بعد اللي تنشف لنا عفوا لا كريب تاعنا في الكريبير، نجيبو هذاك لو ميلونج اللي حضرناه في رحبه، سيو هكا باش نوزعوه فوق لا كريب، وزعوه كاع على السطح. هنايا بالك فوزافي روماركي ما درتش الملح في هاد لاباري في البيض تاعنا. هنا علاه باسكو الزيتون مالح، الفرomاج اللحم تاني يعني نطيباته بالملح، دونك ما عندي علاه ندير الملح باش ما تجيناش مالحه. من بعد اللي ينشف لنا داك البيض شويه، اش نديرو؟ نقلبوا الحبه تاع لا كريب تاعنا باش نطيبوها من الجهه الاخرى، من جهه لافارس. خلوها طيب، داك البيض يطيب وتاني هكا بطريقه غير لو طون اللي يطيب لنا. هنا اش نديرو؟ نعاودو هنا نقلبوها على السطح تاعها هكا. نديرو هنايا شويه فرomاج غابي، قرعوا له يذوب شويه. من بعد اللي دابنا هذاك الفرomاج غابي، نديرو لا كريب تاعنا هكا في الطبسي بهذه الطريقه، نخلوها شويه من بعد نرولوها هكا بهذه الطريقه.
انا هنا يا خواتاتي نكمل كاع لي كريب تاعنا ونعاود نتلاقى انا وياكم باش نوريها لكم في طبق التقديم. الكريب تاعنا من بعد اللي طيبناهم راهم واجدين امامكم. هنايا هذيك الكميه اللي عطيتها لكم تقطع لكم 7 حبات تاع لي كريب. هنايا نوريكم هنا نوري لكم الشكل تاع لاكريب من الداخل كي يجي. قدموهم مع سلطه ويعني مع سلطه عشاء خفيف شباب هكا. الذوق هذاك تاع الفلفله يعطي ذوق رائع. هامينا لي كريب تاعنا نتمنى ان الصوره تكون واضحه برك. هامينا لي كريب تاعنا. نتمنى حبيباتي ان الوصفه تاع اليوم نالت اعجابكم. ما تنسونيش بالضغط على زر ابوني وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وما تنسونيش حبيباتي بلي جيم كما قال لكم ولدي. والى الفيديو المقبل ان شاء الله. سلام.